فيديو النهاردة أنا متأكد إن في ناس كتير مستنياه، لأن الموضوع ده تعب ناس كتير قوي. هنبدأ الفيديو بس بعد الانترو ده. ازيكم؟ ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. بتمر في عقلنا أحيانا كتير أفكار سلبية، ومش بنبقى عارفين ازاي نشيلها من عقلنا. زي مثلا انك خايف تترفض من مقابلة شغل، خايف مثلا وانت رايح الخطوبة انك تترفض، خايف من انك تعمل بيزنس جديد، خايف من انك تجرب حاجة جديدة، قلقان من الامتحانات اللي جاية. ممكن اغلب ساعات اليوم تسيطر علينا الافكار السلبية. خلي بالك ان اول ما تركز في فكرة سلبية واحدة هتشد ليك افكار سلبية تانية، وفجأة هتلاقي بدل ما فكرة واحدة كانت مسيطرة عليك هتلاقي مجموعة افكار مسيطرة عليك. دلوقتي هقولك على 3 طرق مختلفة ازاي تتخلص من الافكار السلبية. انك تجيب ورقة وقلم وتكتب الافكار السلبية. مثلا تكتب انا قلقان من مقابلة الشغل بكرة، وتروح مجاوب تحتها عادي، ايه المشكلة؟ لو اترفضت مش نهاية العالم، في فرص تانية اكيد، وانا مجهز للمقابلة كويس جدا. بعد كده تقرا الفكرة والاجابة عليها كويس، وتمسك الورقة تحرقها او تقطعها. انت كده اديت امر لعقلك الباطن انه يتخلص من الفكرة. انا شخصيا بحب استخدم الطريقة دي. الطريقة التانية انك ما تحاولش تكبت الفكرة جواك، لانك كل ما تكبتها كل ما هتزيد اكتر، كل ما تكبتها كل ما هتزيد اكتر. لا، حس بيها، حس بالمشاعر بتاعة الفكرة. لو حسيت انك متنرفز اتنرفز، لو عايز تعيط عيط، لو حسيت باحباط حس باحباط. بعد كده هتحس براحة، وانك اتخلصت من الفكرة والمشاعر السلبية اللي بتحصل بسببها. اهم حاجة تعمل الطريقة دي بهدف انك تتخلص من الفكرة، مش تقعد تزود التفكير فيها اكتر. الطريقة التالتة والاخيرة انك تفصل نفسك عن الفكرة. ازاي؟ عن طريق انك تغمض عينك وتاخد نفس عميق وتراقب الفكرة بس من غير ما تحكم عليها او تتحكم فيها او تحاول تنساها. تتخيل انها بتمر قدامك فوق قطر مثلا، او على ظهر عربية. انت بكده فصلت نفسك عن الفكرة. وخلي بالك انت حاجة وافكارك حاجة تانية خالص. انت بكده بتبص على الفكرة من فوق. كل الطرق اللي انا اتكلمت عنها دي اوقات ممكن تقضي على الافكار السلبية تماما، او تقضي عليها بنسبة 50-60%، مش دايما هتقضي عليها بشكل كامل. احنا بنفكر في اليوم حوالي 60,000 فكرة، 80% منها بيكون سلبي. تخيل. اه. شكرا جدا، واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة. سلام.